على بعض وعرفنا المسرحية اللي هنشتغلها برضو مع بعض. فاضل نتفق على النظام اللي هنمشي عليه. معلش يا مستر ريتش، يعني قبل النظام وكده يعني في سؤال محيرني شوية، ممكن؟ ايوه يا جماعة، اسألوا اي اسئلة انتوا عايزينها، مش عايز اي حد يخبي اي حاجة جواه. مستر ريتش، مش شايف ان مبلغ 1,000,000 جنيه كتير شوية على ميزانية المسرحية دي؟ يعني مش خايف ان مبلغ 1,000,000 جنيه اللي الحفلة اللي هتتعمل دي ما ترجعلكش فلوسك وتخسر كل اللي صرفته عليها؟ بص يا عادل، المسرحية دي مرتبطة باسم العيلة وبالاخص اسم جدي، وعلى فكرة كانت هي السبب في كل الثروة اللي فيها العيلة دلوقتي، وعشان كده لا يمكن ابخل عليها باي مبالغ. بص يا حبيبي، انا اصغر موظف في اقل شركة من شركاتي ما يقلش مرتبه عن $8,000. بيوتيفول يا خبر ابيض! 8,000 $8,000 زرار. 8,000 زرار. 8,000 دولار ليه يا معلم؟ 8,000 زرار. ثانية واحدة. فلوس. ودول يعملوا كام سندوتش طعمية يا ريس؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه التهريج ده؟ مش وقته الكلام ده. قولوا لنا الاول نعرف نظام مستر ريتش ايه عشان نبقى على نور من اولها. بصوا يا جماعة، انا السياسة بتاعتي تتلخص في 4 حاجات. اول حاجة، انا لا انتقد حد ولا امدح حد قدام التانيين، وعشان كده هيبقى فيه بروفات جماعية وهيبقى فيه بروفات فردية بوجه فيها كل واحد على حدة، ولو عايز مني اي حاجة يقدر يكلمني بعد البروفة او في التليفون. بس ايه يعني لما تنتقدنا قدام بعض؟ احنا كلنا اخوات واصحاب مع بعض، ودي حاجه احنا متعودين عليها. معلش يا محب، دي السياسة بتاعتي ولا يمكن اغيرها. تاني حاجة، انا بتضايق جدا من الاهمال، مواعيد البروفات عندي مقدسة بالساعة وبالدقيقة. تالت حاجة، الطاعة الكاملة، يعني كل اللي يتقال في البروفات يتنفذ وبدون مناقشة. ايه؟ يعني ايه مش مسموح بالمناقشة؟ مش بالظبط كده، لكن اثناء البروفات مش مسموح بالمناقشة بتاتا، لكن بعد البروفة ممكن نتكلم زي ما احنا عايزين. رابع حاجة، بروفاتنا هتبقى 6 بروفات في الاسبوع. 6 بروفات؟ اتفضل. 6 بروفات ليه؟ اتس تو ماتش يا مان، تو ماتش. ده انا باجي البروفات 6 بروفات ليه؟ احنا على كده هنبيت في الكنيسة ونسيب اشغالنا. وانا بس دلوقتي عرفت المصايب اللي كانت بتحصل في المسرحيه دي بتحصل ليه. يا جماعة ما تقلقوش، فاضي منها جزء